أول مباراة في الدوري والزمالك بيتعادل 0-0 مع الاتحاد السكندري. وحد هيقول لي هو متفاجئ؟ لا يا حبيبي، دي مش مفاجأة. ده دي نتيجة طبيعية للي حصل. انت اخر واحد عامل فترة اعداد، انت حرفيا عملت ماتش شبه التيشيرت اللي انت عامله، حرفيا ماتش اسوأ من التيشيرت اللي انت عامله. ولا حد يقول لي اصل احنا بنبني فرص، ولا حد اصل احنا بنبني هجمات. اصلا انت لو بتبني بيت كان زمانك عملته. انت بتلاعب فرقة حرفيا اشهر واحد فيها حسام حسن اللي عنده 40 سنة. فمش منطقي بصراحة، مش منطقي ابقى نادي زي نادي الزمالك والعب بالمستوى ده، والعب باول ماتش ليا في الدوري، ومفروض لعيبه نازله فايقه، لعيبه مش قادره تقف على رجليها، لعيبه مش قادره تتحرك، مش قادره تمشي، مش قادره تجري. مش الشوط التاني ما عملتش الشوط الاولاني نازل بدفعه وبتاع، وعملت حماس وهجمه راحت هنا وهجمه راحت هنا وبتاع وتمام. هجمتين تلاتة الشوط التاني انت ما جيتش الملعب، ما عندكش حد اصلا. احمد شريف انت بتلعب بواحد ناقص. اصلا احمد شريف بيلعب يا جماعه، انتوا بتلعبوه جناح. هو في حد احمد شريف امتى بيعرف يلعب جناح؟ ما تنرفزناش يا جدعان، ما دي حاجه مش طبيعيه يعني. الزمالك بيخسر نقطتين في اول ماتش ليه في الدوري امام الاتحاد. طبعا الاتحاد مع الكابتن حمزه، طبعا حمزه الجمل كل ما يلعب الزمالك يتعادل، هوب يكسب، هوب بقاله 3 ماتشات الزمالك مش عارف يكسب حمزه الجمل. ليه يا اسطى؟ في ايه؟ انا مش فاهم، هو بيلعب في الصحراء؟ ما دي حاجه غريبه جدا برضو. ماتش ما فيش حد. ده لولا المهدي سليمان النهارده اقسم بالله احنا كنا شلنا 2-3 مستريح. ولا حد. يا هجمات الاتحاد كانت اخطر من الهجمات بتاعتنا. كرة بس شيكو بنزا لما نزل هو بصراحة ونديله حقه ان هو عمل حاجة. ده اللي هو اقل المحترفين اصلا. هل ده منطقي؟ يعني هل ده منطقي للي بيحصل؟ هل ده طبيعي؟ ما احنا مش عارفين بصراحة يعني. الإدارة مستنية ايه؟ دول لعيبة هتلعب افريقيا؟ يعني دول لعيبه هتلعب افريقيا وهتكسب افريقيا؟ ده دماغ الناس. يا عم احنا هنشجع الزمالك كده كده، كسبنا خسرنا مفيش. انا بتكلم دلوقتي على البوينت بتاع دي لعيبه هتلعب في افريقيا. يا جماعه ما حدش يعشم نفسه بالله عليكم. انت خلاص خدت الدوري اللي فات، وانبسط بالدوري اللي فات، واقعد بقى شويه كده على ما تاخد ان شاء الله دوري تاني باذن الله، لما الدنيا تتظبط وتعرف تجيب لعيبه وتجيب حد يفرق معاك، تجيب حد بقى في عدي واحد لواحد. يا اسطى الكوره بتبقى على الشمال مش عارفه تروح على اليمين. بلا بقى تكتيك، بلا بوكس تو بوكس، بلا الوان تو وان، بلا مش عارف انتوا بتقولوا ايه بصراحه. كابتن معتمد قام يزعق في الضربه الركنيه اللي علينا. كابتن معتمد الله يستر عليك، كفايه بقى. ماتش مش مقياس، ماتش بس يا جماعه مفيش بشاير، مفيش بشاير. حتى لو نازل وحش انت نازل تكسب. يعني انت حتى لو المفروض تنزل تكسب اول ماتش حتى لو بدأ وحش. ولا انت خلاص بقى هتقول بقى اصل انا خدت الدوري اللي فات؟ طب ما مش مشكله بقى لو خسرت الدوري ده، ماشي، ده كلام احنا نقوله ما بين بعض كجمهور، لكن انت كفريق انت محتاج ان انت تكسب، محتاج ان انت تلعب. مستني عبد الله السعيد اللي عنده 42 سنه يا كابتن معتمد عشان ينزل يعمل فرق مع الزمالك؟ مش منطقي. ده مش ما ينفعش يبقى تصريح اصلا. مستني واحد عنده 42 سنه عشان يجي يعمل فرق في نص ملعب انت عندك فيه جهاد وشحاته وربيع وعبد الله وليلى ويوسف ومش عارف مين ومين، 16 واحد بيلعب في نص الملعب. تعالى قدام عمالين نخبطها في بعض. كابتن ناصر منسي زرع الشعر وقلع شعره وماشي، مش عارف يستلم الكوره، مش عارف يفنش صح. كابتن احمد شريف اصلا ما عرفش بيلعبوا جناح ليه، بلاعب عديد بنفس غلطه الموسم اللي فات في اواخره برضه لما لعبت عديد دباغ وينج. يا جماعه عديد دباغ مش وينج. الراجل ده تحطه في ال 18 يخلص لك، تحطه في البتاع زي ما خلص لك اخر كام ماتش في الدوري لما كنت بتحتاج، لما كنت بتقعد ناصر منسي يا كابتن معتمد، ولا انت نسيت؟ انا بجد ما بقتش فاهم بصراحه، ومش فاهم مش فاهم هي هتمشي ازاي الموسم ده. اقسم بالله هيبقى موسم ابتديناها بدري يا زمالك، والله العظيم ابتديناها بدري يا زمالك. اقسم بالله موسم شبه التيشيرت اللي احنا عاملينه. اصل بصراحه مش بصراحه ده تيشيرت ما ياخدش دوري ابطال، مع بامانه يعني. التيشيرت ما ياخدش دوري، التيشيرت ده يلعب كده وخلاص يعني. بحاجات ده حاجه تقرف والله العظيم. وماتش شوط تاني يحرق الدم. يعني الشوط الاول قلت يمكن في حاجه،
الشوط التاني شوط يحرق الدم. دي لعيبه ما عملتش فتره اعداد، لعيبه مش قادره تجري، لعيبه نازله تمسك رجليها، لعيبه مش قادره تتنفس. هي هم واحد اتنين تلاته اللي عمالين يعملوا شويه وبتاع وشكرا على كده. الونش شايل كرة من الجون، المهدي شايل كورتين من الجون، مش عارف محمد اسماعيل بيتخبط، مش عارف مين بيعمل بنتاج بيطلع كرة مش عارف من ال 18. ايه يابا ده بلعب اتحاد ده في واحد اسمه اراميلا ولا ايه اراميلا ده. ومحمد فخري اللي في الصورة ده من اشهر واحد عشان كان بيلعب في الاهلي، عشان كلنا عارفينه، مفيش حد تاني. فمش عارف بصراحة الدنيا هتبقى ماشية ازاي الفترة دي مع الزمالك. ف بصراحة دي مش فرقة تلعب دوري ابطال ولا فرقة تجيب دوري ابطال. وخلينا نشوف الدنيا هتمشي على ايه الفترة الجاية. شكرا لكم.